تعرفنا عليكم بصورة مختصرة ضمن الروبورتاجات. كيف معنوياتكم؟ سؤالي لكم الليلة شو أكتر شيء خايفين منه بهالتجربة؟ جوي؟ هلا التجربة كلها بتخوف بما انه بتغير لك كل مستقبلك. بس اول ما جيت اكثر شيء كنت خايفة منه هو رولا. بس بعد ما تعرفت عليها وشفت قديش يعني انه قلبها طيب وبتهتم بكل واحد يعني منا، انه حبيتها. بس هذا ما يعني انه ما لها رهبة. ايه مزبوط، معك حق. رندا؟ أنا خايفة أصلاً كثير يعني كثير. ما عندك وقت تعدي لي إياه هون يمكن. لا أنا أصلاً خايفة، يعني أنا حتى وأنا على الستيج كنت خايفة، مش إيه الحاجة التانية اللي خايفة منها، أنا أصلاً خايفة. بس أنا أكتر حاجة خايفة منها إن أنا ما أقدرش أمثل بلدي كويس في البروجرام ده، لأن زي ما أنت عارفة إن كل واحد بيمثل بلده، فأنا خايفة ما أقدرش أمثل مصر مظبوط يعني. خوف طبيعي بس رح يمشي الحال أكيد. يا رب. سلمى؟ يعني نفس الإحساس، أنا كمان كتير خايفة، بس إنه لعدلك شيء هيك إنه في كتير شغلات خايفة من هون. بدنا نقول هابي نيو يير هلا. لا لكل اللي عم بيشوفونا. إيه و في كتير شغلات والله ما بعرف شو بدي أقول لك أنا بالضبط. بس هلا شوي شوي بتتعودي على كل شيء، ما تعطلي هم. إيمان الكاميرا. هلا بركي الجمهور اكثر شيء بخوف، بس بعتقد لكم رهبه. بس بعتقد اكثر شيء بخوفني على المدى البعيد نوميناسيون تبع جمعيه الجي. النوميناسيون تبع جماعه الجي اكيد هيدا الشيء بخوف، انا بفهمكم. على كل حال صبايا لازم ترتاحوا وتستفيدوا من كل لحظه بالاكاديميه وتنبسطوا وما تخافوا من شيء وما تزعلوا من شيء، والمشاهدين رح يشوفوكم باحلى صوره على هالمسرح كل سهره جمعه بالبرايم.